هو أنا لو قدّمت على سنة تحضيرية في الجامعة اللي هاروحها، هيحتاجوا برضه اختبار للغة والّا لأ؟ وهل ده ممكن يأثّر عليَّ في مقابلة السفارة؟ طيب فكرة إن أنت أصلًا ما تعرفش تتكلم إنجليزي وأنت داخل تقدّم على جامعة، هي الجامعة هتكون تقبلك وتقبلك بالسنة التحضيرية بتاعتك، اللي هي مثلًا بتبقى اللغة الأول، بعد كده بتكمّل على التخصُّص. ودي جامعات كتير جدًا بتعملها، اللي هو الconditional admission من الآخر. هيأثّر عليك في مقابلة السفارة؟ طبعًا هيأثّر عليك إن أنت داخل ومعاكش لغة، فطبعًا هيأثّر عليك أثر سلبي بسيط. بس لو أنت بتعرف تتكلم إنجليزي أصلًا وعندك الفكرة إن أنت تتكلم إنجليزي قدّام القنصل، فمش هتبقى ممكن تمشي، يعني ممكن تمشي. في ناس فعلًا اتقبلت على الموضوع ده، إن هي داخلة على جامعة وداخلة على سنة تحضيرية قبل ما تخش التخصص. ده طبعًا عادي، أنت ممكن تعمل الكلام ده وفرصتك أعلى، بس لازم يكون لغتك أنت تكون كويسة، تعرف تتكلم إنجليزي يعني.